شيبسي بدون قلب في 8 دقايق بس في البيت. بجد خطيرة. حاجة هجيب بطاطس عادية خالص قشرتها. وبعدين السر، اهم سر، هو الماندولين او اداة تقشير البطاطس اللي هي بيبقى فيها الاداة دي باي شكل، يعني شكل بيضاوي او شكل مستطيل. نقشر فيها البطاطس كده، وده اضمن حاجة يطلع لنا البطاطس سمكها رفيع جدا علشان تقرمش. شايفين بتطلع السمك رفيع جدا، وهطلعهم كلهم سمكهم متساوي. بعد ما قطعت البطاطس بتاعتي كلها شيبسي، كلها رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، نيجي بقى لطريقة التسوية بتاعتها. وهقول لكم طريقتين للتسوية، طريقة بالمايكرويف وطريقة في الفرن. يلا بينا. اول حاجة طريقة الفرن، هجيب اي صينية مش بتلزق، مسحة كويسة بزيت زيتون، وبعدين هبدأ ارص الشيبسي كده في الصينية بتاعتي. اهم حاجة نرصهم بعاد عن بعض، ما يكونوش لازقين في بعض او على بعض، على اساس تقرمش يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى الوش كمان هحط مسحة من الزيت، مسحة بسيطة قوي بحيث انها تتحمر من كل الجوانب. وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد تقريبا نص ساعة، مش هتاخد وقت طويل خالص لانها متقطعة رفيع. اهم حاجة نحطها في الرف اللي في النص، بلاش تحت علشان ما تتحرقش. وبعد ما تطلع بقى نرش عليها التوابل. ودي كده اول طريقة للتسوية. نيجي لتاني طريقة للتسوية، بتاخد 8 دقايق بس. ثانية هجيب طبق امن انه يدخل الميكرويف، هحط عليه ورقة زبدة اللي هي ورقة خبز. همسح ورقة الزبدة نفسها مسحة كويسة بالزيت. حط البطاطس كده على ورق الزبدة، وعلى الوش برضو نمسحها مسحة بسيطة بالزيت تاني. وبعدين الطبق ده هدخله الميكرويف 4 دقايق بس. وبعد 4 دقايق هقلب الشيبسي بتاعي على الوش التاني وادخله الميكرويف 4 دقايق كمان. يعني هيبقى مجموع التسوية في الميكرويف 8 دقايق، يعني 4 دقايق على كل جنب، وهتكون استوت تماما. يلا بينا. شكل الشيبسي بعد ما طلع من الفرن، شايفين كده شكله بجد خطير. اخد معايا تقريبا في الفرن من ربع لتلت ساعة على 180. خلوا عينكم عليه كويس قوي لان هو متقطع رفيع جدا، فسهل قوي ان هو يتحرق بسهولة، فنخلي بالنا. على الشيبسي بتاعنا اي توابل بطاطس متوفرة. بسم الله. طبعا باين من القرمشة انها خطيرة جدا، بجد طعمها حلو قوي قوي. شكل الشيبسي اللي انا سويته في الميكروويف، ليه برضو شوية من توابل البطاطس. بالنسبة لي تسوية البطاطس الشيبسي في الميكروويف تكسب عن الفرن لسببين. شايفين خطيرة بجد. تعالوا نسمع الاول صوت القرمشة بتاعت تسوية الشيبسي في الميكروويف. بصراحة بالنسبة لي كرانشي اكتر، يعني كريسبي اكتر اللي في الميكروويف. اخدت 8 دقايق بس، يعني حرفيا هتاخد وقت اقل من ان انتوا تعملوها شيبسي وتحمروها في الزيت. دي اسرع طريقة بجد تاكلوا بيها شيبسي صحي حرفيا في 8 دقايق. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوها وتسيبوا لي صورتها في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، عشان الحاجات البسيطة دي بتساعدني ان انا اكمل. وانجوي. انتي متخيلة ان دي كيك باردة صحية 160 كالوري بس للقطعة الواحدة؟ معنى الحرفي اللي بتدوب في البق بتدوب حرفيا. تعالى اقول لكم ايه هو المكون السري اللي يخلينا نعمل الكيك الجميلة قوي دي. يلا بينا. اول حاجة هعمل بديل طبقة البسكوت الجميلة الدايبة اللي احنا بنحبها في الكيك البارد، بس بديل صحي. هتبقى كوباية من الشوفان، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، حط كمان معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني، هحتاج كمان معلقتين كبار من العسل للتحلية، ومعلقة كبيرة من المية علشان تربط المكونات دي كلها مع بعض. هخلط كده المكونات دي كلها مع بعض. يلا بينا. ده شكل كده اول طبقة بعد ما كل حاجة كده اختلطت مع بعض كويس. ضفت بس معلقة واحدة من المية، ما زودتش تاني. وبعدين هجيب القالب اللي انا هعمل فيه الكيك البارد بتاعي، مقادير صغيرة فانا اخترت القالب ده وحجمه صغير شوية. بعدين هفرد اول طبقة في القالب، وبعدين هحاول افردها كده
طبقه متساويه على قد ما اقدر. دي كده اول طبقه معايا اللي هي بديل طبقه البسكويت الجميله اللي احنا بنحبها في الكيك البارده. نيجي بقى للطبقه الثانيه الكريميه اللي احنا بنحبها في اي كيك بارد. يلا بينا اقول لكم المقادير. الاساس فيها كريم شانتيه بودر خام مش عليه سكر 3 معالق كبيره. هحط معلقه كبيره من الكاكاو الخام، رشه من الفانيليا. عشان الكريم شانتيه ده خام مش عليه سكر هحليه بعسل، معلقه كبيره من العسل، رشه بسيطه من اي قهوه سريعه الذوبان. هحتاج كمان نص كوبايه من الحليب السائل، يكون ساقع جدا، يعني انا مطلعاه من التلاجة. نص كوبايه، اهم حاجه يكون ساقع. وبعدين بالمضرب الكهربائي نخفق المكونات دي كلها مع بعض لحد ما يتعامل معانا هارد بيك. لا يبقى ماسك كده الكريمه بتاعتي خلاص. بعدين هوزع طبقه الكريمه الخطيره دي فوق الطبقه الاولى من البسكويت. الطبقه دي بجد كريميه وده كده شكل الطبقه الثانيه بعد ما حطيتها. شكل الطبقات اهو، بسكويت وبعدين الكريمه زي ما انتم شايفين. وش بقى ممكن نبشر شوكولاته دارك او نحط رشه من الكاكاو الخام او نعمل جناش شوكولاته، نختار اللي نحبه. انا اخترت ان انا ابشر مكعب كده من الشوكولاته الدارك، هتديني شكل حلو في التقديم وطعم كمان. المفروض نسيبها في التلاجة 3 ساعات وبعدين نقطعها. شايفين شكلها باين عليه ان هي دايبه جدا جدا، ولو يعني ما تتخيلوش بجد قد ايه طعمها لذيذ قوي قوي. عشاق القهوه والشوكولاته هيدمنوها، بتدوب في البق، طعمها بجد رهيب. وده كده شكلها بعد ما قطعتها. افضل طبعا ان احنا نسيبها 3 ساعات كده في التلاجة تمسك نفسها، يعني ده خطيره. تعالوا يلا ندوق. هي بتدوب حرفيا، يعني كريميه قوي قوي قوي. يلا بسم الله. بجد تحفه. عجبتكم الوصفه الجميله قوي دي؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، وتعملوها وتسيبوا لي صور التطبيقات بتاعتكم في الكومنتس، لان انا بفرح جدا لما بشوفها. وانجوي. بيك صحي بدون قلب بدون اير فراير، طريقه سهله جدا. يلا بينا اوريكم الطريقه. اول حاجه هجيب نص كيلو من الفراخ، تكون متفتته كده، مفرومه حتت صغيره شويه، فرماها ناعم كده في محضره الطعام يعني. وبعدين هتبلها بالتوابل دي اللي ظهرت قدامكم على الشاشه. معلقه صغيره من الخل، كمان معلقه كبيره من الروب او اليوجرت او الزبادي، هيساعد ان الفراخ تكون طريه معايا. بعدين هخلط المكونات دي كلها مع بعض عشان تمتزج كويس. ينفع بايدينا او ينفع نرجعها تاني محضره الطعام. او كده الفراخ بعد ما وزعت التتبيله فيها كويس جدا، اي كيس من اكياس التلاجة حط فيه الفراخ كده بالراحه في الكيس. بعدين هفرد الفراخ كده بشكل مستطيل بحيث ان انا لما اجي اقطعها على شكل البيك. ده كده شكل الفراخ بتاعتي بعد ما وزعتها بالتساوي في الكيس. هشيلها في الفريزر 5 ساعات، والافضل طبعا ليله كامله. اشوفكم بكره ان شاء الله. ده كده تاني يوم سبت الفراخ تتجمد ليله كامله عشان تاخد وقتها كده. طلعتها وبعدين شلت منها الكيس بالراحه، وهبدا بالسكينه ان انا اقطعها قطع متساويه على قد ما اقدر. يعني عملت بالسكينه خطوط كده على قطع الفراخ عشان احددها، وهبدا ان انا اقطع كده شكل قطع الفراخ بعد ما قطعتها تقريبا 8 قطع. نيجي بقى لطريقه التسويه بتاعتها. اول حاجه هجيب صينيه مش بتلزق، مسحه بسيطه بزيت زيتون، وبعدين علشان اعمل الكفر هحتاج 3 اطباق دقيق، بعدين بيض عليه رشه من الملح والفلفل الاسود، بقسماط. البقسماط متبلاه بالفيجيتار اللي هو ده، واحط عليه كمان رشه كده كويسه من الكاري عشان تخلي اللون بس اصفر كده حلو لما يعني نسوي. هنعمل الخطوات التقليديه كاننا هنحمره في الزيت بالظبط. دقيق، بيض، بقسماط. وممكن بدل الدقيق الابيض نستخدم دقيق شوفان او حتى نشا الذره. الدقيق هحطه في البيض، بعدين البقسماط. اهم حاجه نضغط على الكفر كويس علشان ما يقعش من على القطعه. وده شكلها كده بعد ما خلصت. هحطها في الصينيه على طول كده. وده الشكل كده بعد ما خلصت الكميه كلها. همسح الوش مسحه بسيطه بزيت الزيتون كده،
وبعدين هدخلها فرن درجة حرارة 180. الرف اللي في النص بلاش نحطها تحت عشان ما تتحرقش، ونخلي عنا عليها من 20 ل 25 دقيقة. يلا بينا. اخدت معايا تقريبا في الفرن نص ساعه وكانت استوت تماما. نخلي بالنا منها ما نسيبهاش كتير قوي عشان ما تنشفش من جوه. ده شكل الفراخ كده بعد ما طلعت من الفرن. شكلها خطير جدا، يعني مش هتصدقوا بجد انها معمولة في الفرن مش في الزيت. قدمتها كده في شكل وجبة معاها بطاطس اللي انا بعملها في الفرن، بطاطس اللي هي الكريسبي. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. دي في الفرن برضو. يلا ندوق. اخدت معايا تقريبا 25 دقيقة، ما تقلقوش يعني بجد استوت بسرعة جدا، استوى كويس قوي من جوه. يلا ندوق. بسم الله. بجد بجد خطيره. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، وتشاركوني التجارب بتاعتكم في الكومنتس لان انا بحب اشوفها جدا. وانجوي.